اهلا بكم في احلى مكان في الارض، اهدى مكان في الارض، هنا في جبل الوحش يا جدعان. مش معقول تلج. تعالوا اوريكم. هكذا عبر صحفي مصري عن أول مرة يرى فيها الثلج، وذلك في مدينة قسنطينة الجزائرية. بص ولاد الذين. وهذا بعد حضوره لتغطية بطولة الشان المنظمة في الجزائر. الإعلامي مسعود إبراهيم عبر عن انبهاره بالتنوع الجغرافي الذي تشهده الجزائر، حيث أنه كان يظن بأنها مجرد صحراء كبيرة قاحلة، وإذا به يتفاجأ بعد زيارتها هو وكل من حضر معه هذه البطولة. وقد لاحظ كذلك الاختلاف الجغرافي الذي تشهده الجزائر بعد تنقله من مدينة إلى مدينة، وليس الاختلاف الجغرافي فقط بل حتى الاختلاف الثقافي، فالجزائر دولة قارة تتربع على 2,000,000 كيلومتر مربع، لا يمكن تداركها إلا بعد زيارتها.